القايد راه عندك الحق سيد القايد عندك الحق سيدي تشرح القضيه سيدي تشرح هذه التشريح في الوكاين والله ما تسكتي ما بيدينا لا لا والله ما تسكتي تصير المواقع وطن تصير المواقع وطن هذه جماعة أسير المواقع بقول لك سير الإعلام سير رئيسها غادي نهضر ما غاديش نخليو باش نعلموا غادي اشوف لانه الجماعة مشبوهة الجماعة مشبوهة انت ما عرفتش تقول انت متشبع سيد الرئيس غتحمل المسؤولية ديالك المغرب قطع معها علاقات دبلوماسية تؤيد البوليساريو كلمة تطلق نقطة نظام. أنت رئيس وأول غنكررها لك أول واحد خصو يكون حريص على ضمان السير العام. أحد الإخوة نطق بكلمة هوهو قد زوم. في المجالس من كتقال كلمة مخلة بالحياة أو مهينة أو غير ذلك الرئيس المجلس بلا ما يستنى نقطة نظام يطلب من الشخص الذي أخل بأدب أو أهان زملائه كيطلب منه يعتذر ويسحبها. لذلك السيد الرئيس كنطلب منك أنك غتطلب من العضو يعتذر للزملاء ديالو ويعتذر لك ليك والسلطات والإخوان ويسحب ديك الكلمة، لأن هذا المجلس الأسبوع اللي قبل كلمة مخلة بالحياة. اليوم السيد كيقول الكلاب كيقول كتزوم، الأخ الغازي دار هوهو. واش هذا هو المستوى اللي وصلنا ليه؟ واش هذا هو النقاش؟ واش هذا هو جبل الأعمال؟ واش هذه هي الصورة اللي كنقدموها على ممثل الساكنة؟ لذلك السيد الرئيس أنك خصك تطلب منهم يقدموا الاعتذار وتحرص أنها ما تكررش هذه الألفاظ داخل هذا المجلس. فيما يتعلق بتدخلي قلت السيد الرئيس بكل شفافية نحن نعرقل المجلس. تهدرت على الشفافية، وأنا أقول لك بكل نزاهة فكرية أننا غنمشيو معك أبعد مما تتصور. إذا كنت تعتقد أننا نعرقل، قلنا تخفيض الميزانية ب50% بدعوى أنكم تقدمون خدمات لجزء من الجماعة، وبما أنكم تؤمنون باللحية والبارح قلت لين القلب قلت لي كيقولوها البنات، أنا كنقول لك كون راجل أنت هو الراجل هو الرئيس. احنا غنتعاهدوا معك نصدقوا على هذه الميزانية بهذه المقترحة وسير نفذ الميزانية وقدم الخدمات لساكنة بوعد بشكل متساوي وعادل، ودير لنا في نقطة ماي دورة ماي دير تعديل الميزانية ونجيو نرفعوها باش نضمنوا السير العادي للسنة المالية. ولكن باش نصدقوا لك على الميزانية وتمشي تقدم الخدمات بالطريقة اللي بغيتي ما غنقبلوهاش. ولكن اليوم كنتعاهدوا معك، كنتعاهد نتعاهد أخلاقيا وأمام هذه الكاميرا في شهر ماي أجي عدل الميزانية غنرفعوها. غادي نكون شفنا شهر 5 شهور الأولى بأن شفنا الرئيس يقدم الخدمات للساكنة بشكل عادل ومتساوي وغنجيو راضيين وفرحانين. وهذا الشيء اللي كنديروا هذا النقاش السيد الرئيس باش ما تمشيش غلط. احنا ما كنجيش نعطلوا ولا كنجيو نتناولوا، عندنا فضاءات كثيره ناخذ فيها الكلمه ونعبر. احنا الله يوفقك هذاك الكرسي اللي كتعتقد بانني اطمح اليه باش ما تمشيش غلط، والله العلي العظيم ما عندي طموح نهار شفت هذا المستوى اللي جالس عليه ما بقاش كنطمح ليه. كان رئيس الجماعه عنده هبه، اليوم لا يشرفني ان اكون رئيس جماعه بحال هكا. ايوا خذها ايوا سحب من يديك هذه هي الحقيقه. يشكلوا على المستوى بعد
شكون المستوى الجهه نائب برلماني ندير بريء هاز تعاوني الاخلاق السياسيه شوف الاخلاق شوف السياسيه اول الناس في المعارضه اول من يعتري هذا الشك كاين انا من زاويه تزيدني لي رئيس فاشي شو مثلي دابا ما قيمه المستويات ممكن ما كاينش شي اكثر من مره. لا ما كاين ما قيمه غير المستويات ماشي ما يتفرز هو لا ما يمشيش ما تقيلش التدفئة على حسب لا سلوك لا ما تقيلش شوف هذاك التدفئة على سلوك وحتى دابا ملي قلت لك اودي ما تقدرش تما لانك تهين لانك السيد الرئيس كان تهان امامك. انا ملي كنت رئيس لن ارضى ان يهان عضو حدايا. ما كاينش شي واحد 6 سنين ما عمر ما دزت عندي جلسه بحال هكا وما عمرني نرضى ان موت في الجماعه او لا مواطن سكينه وعي او لا عضو انه يتهم والتاريخ يشهد ورجع للارشيف وجيب لي شي واحد تهم. اهانتهم